السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب السادس العلمي. أنا أستاذ علي السوداني مدرس مادة الفيزياء، وراح أكون وياكم بسلسلة دورية لشرح منهج فيزياء السادس العلمي. إن شاء الله أنا وياك نحقق الدرجة الكاملة بالامتحان. اوكي. إنه المتسعة موجودة بالأجهزة الكهربائية، تمام؟ المتسعة موجودة بالأجهزة الكهربائية. زين، هنا نريد نسأل سؤال، المتسعة وين موجودة؟ بالأجهزة الكهربائية. هل المتسعة الموجودة بالسبلت نفسها بالتليفون؟ نفسها بالتلفزيون؟ لا، تختلف من جهاز إلى جهاز. زين، هنا نريد نقول لكم شنو اللي يحدد اختلاف المتسعات؟ سعة المتسع. شنو يحدد الاختلاف؟ سعة المتسع. شنو هي سعة المتسع؟ هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفحتين، وتقاس بوحدة الفرق. تعالوا خلينا نقسمها. ضعوا سي اسمها سعة متسعة، هي النسبة، خط الكسر معناه نسبة بين الشحنة المختزنة كيو إلى فرق الجهد دلتا في. خلوا بالكم وياي وخلوني بس أنا وحدي مو عليه. هذا التعريف انطى قانون، والقانون ينطي تعريف. سعة المتسعة هي النسبة، هذا خط الكسر، هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين. أريد أفرق بالمتسعات، شلون أفرق بيناتهم؟ من خلال سعة المتسعة. وسعة المتسعة هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين، هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين، وتقاس بوحدة. طبعا اليوم محاضرتي كاملة بس على هذا التعريف، راح أفسخها تفصيل. زين، أول شغلة خلينا نجي، هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين. نسبة بين شحنة مختزنة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين، وتقاس بوحدة. اكو مثلث مال الزعاطيط قبل كانوا يسوون لنا اياه، هذا المثلث. صح، انا ما حد سؤال بس اسوي لكم اياه. القانون مالتنا مو يقول سي او خلي نص بيض ونص على دلتا في، تمام. انا من اريد السعه سي اقسم كيو على دلتا في، ومن اريد دلتا في اقسم كيو على سي، ومن اريد كيو راح اضرب سي في دلتا. يعني باختصار هذا القانون اقدر افصل الى قانونين. شلون؟ يعني من هذا القانون اقدر اطلع قانون للشحنه كيو. ما عش قلت لك اذا اردت كيو شو تقولين؟ سي في دلتا، سي في دلتا في، هذا قانون للشحنه. ومن هذا القانون اقدر اطلع قانون لفرق الجهد اللي هو كيو على سي. هذا القانون الرئيسي فصلته الى تفصيلتين بعد. بعد هذا القانون هو لحساب السعه، هذا لحساب السعه، بينما هذا الحساب شنو هو؟ الشحنه. بينما هذا الحساب شنو هو؟ فرق الجهد. بينما هذا الحساب فرق تعالي انا تعالي بابا. عندي وايد زي كهربائيه، واريد افرق بين متسعه ومتسعه من خلال من هو؟ سعه هي النسبه بين الشحنه المختزنه الى فرق الجهد بين الصفيحتين، وتقاس بوحده. تمام. عندي قانون للسعه رئيسي يا ابو الخبز على المشاكل. خليني كل الفصل الاول احله. شنو هو القانون؟ سي يساوي يو، وهذا القانون اقدر اطلع من عنده قيمه كيو سي في دلتا، واقدر اطلع دلتا في كيو على. زين تمام. تعالي صار عندي ثلاث مصطلحات. سي اسمها سعه
وحدة قياسه فرع. صار عندي كيو اسمها الشحنة، وحدة قياسه كولوم. صار عندي دلتا في اسمها فرق وحدة قياسه. نرجع نعيد. عندي مجموعة أجهزة كهربائية، وهاي الأجهزة الكهربائية تختلف من جهاز إلى جهاز من خلال سعة المتسع. إذا ما المقصود بسعة المتسع اللي باوعني والقاعد هنا؟ شنو هي سعة المتسع؟ هي النسبة بين الشحنة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين. زين، إذا كم تفصيلة 3. أول تفصيلة قانون الساعة شو يقول؟ سي يساوي كيو على في. زين، ثانية التفصيلة ما الشحنة شو تقول؟ كيو يساوي سي على في. تفصيلة فرق الجهد دلتا في يساوي كيو على سي. كم مصطلح قدامنا؟ 3. أولا سي شنو معناها؟ وتقاس بوحدة الفرق. 2 الشحنة شنو؟ كيو وتقاس بوحدة الكولوم. دلتا في فرق الجهد ويقاس بوحدة الكولوم. كلش تمام. عشت لكم. صارت عندي 3 مصطلحات. تعالوا خلنا نعوف الفيزياء على صفحة. ارجع لرياضيات الثالث متوسط. برياضيات الثالث متوسط كان اكو شغلة اسمها التناسب الطردي والعكسي. هاي كانت موجودة بالثالث متوسط. تناسب طردي وعكسي. مرة التناسب الطردي والتناسب العكسي شنو؟ أول شغلة أريد أعرف شلون أعرف نوع التناسب. إذا كانت العلاقة خطية فإن التناسب طردي. يعني مثلا أريد أطلع التناسب بين A و B. مثلا عندنا العلاقة شو نقول؟ A يساوي B و C. هاي العلاقة اسمها خطية، يعني خط واحد لا بيها كسر ولا بيها مقام. تمام؟ أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و C. شنو نوع التناسب بين A و C؟ طردي. ليش؟ يعني قال العلاقة شنو؟ خطية. ثانيا، إذا كانت العلاقة بسط مع بسط فإن التناسب أيضا طردي. بصراحة فهم الشغل. مثلا عندي قانون يقول A يساوي B و C. أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و B. بس بعيد يا أبو علي طردي. ليش؟ لأن بسط وبسط. لأن التناسب شنو؟ بسط وبسط مع علاقة خطية طردي. بسط وبسط شنو أيضا؟ زين. ثالثا، إذا كانت العلاقة بين بسط ومقام فإن التناسب عكسي. يعني شلون؟ مثلا A تساوي B على C. أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و C. بس باعوا لي بسط ومقام. شنو نوع التناسب؟ نوع التناسب شنو؟ عكسي. زين، شنو الطردي شنو العكسي؟ تعال. الطردي اكتبها بالعامية. شي يصير مع شي يصير بالأول يصير بالثاني. يعني مثلا عندي هاي التفصيلة بعضها. A طردي ويا B. التناسب بين قيمة A و B شنو؟ طردية. يعني إذا ازدادت قيمة A ازدادت قيمة B.
لأن التناسب شنو؟ شي يصير بالأول يصير بالثاني. إذا قلت قيمة A قلت قيمة B، لأن التناسب شنو بيناتهم؟ زين. بينما التناسب العكسي، مع التناسب العكسي شنو؟ شي يصير بالأول عكسه بالثاني. يعني شلون؟ راح ارجع نفس التفصيله. عندي A عكسي ويا من؟ ويا B. اذا ازدادت قيمه A زين، اذا قلت قيمه A لان التناسب شنو؟ عزيزي التناسب الطردي والعكسي. اول شيء تعرفين علاقه خطيه طردي، بسط وبسط طردي، بس بسط ومقام عكسي. زين هو الطردي شنو؟ شي يصير بالاول يصير بالثاني، نفسه بالضبط اخوانتم. بينما العكسي لا، الاول عكسي الثاني، اثنين ضراير. اي والله الطردي توم، هذا اللي فيه ضراير. شو يسوي؟ يسوي عكسه. هاي صارت، هاي نزلت، هاي نزلت، هاي صارت. فالتناسب بينهما شنو؟ عكسي. تعالوا هسه انا وين نثبت هذا العكسي والطردي؟ على القانون مالتي. باعولي. هاي السعه وهاي شنو؟ الشحنه. بسط وبسط. شنو نوع التناسب؟ نوع التناسب طردي مثل ما قلنا. بسط وبسط شنو التناسب؟ زين. السعه وفرق الجهد ليش ينبسطوا؟ بعد لي من هو الشحنه وفرق جهد. ما يصير اروح على هذا القانون لان ماكو قيمه يساوي الشحنه وفرق الجهد. وين راح اروح على هذا؟ باولي هاي الشحنه وهذا فرق الجهد. شنو نوع التناسب بيناتهم؟ لانه العلاقه شنو؟ عزيزتي تعالي عرفي تعالي. نوع التناسب بين السعه والشحنه شنو؟ بين السعه وفرق الجهد، بين الشحنه وفرق الجهد. ملاحظات مهمه جدا، ملاحظات مهمه. ما ينفع. اول ملاحظه شو تقول؟ سعة المتسعة اللي هي شو رمزها؟ سي. ايش بيها هاي سعة المتسعة؟ سعة المتسعة سي بحيث لما ترجع الدار اذا انت ايجابي راح تنشر الحق والحقوق مع مو انت تقول هو معود بعايشين الشحنة اللي هي شو رمزها؟ هذا سلبي. لا تمام. بس من تفضل يابا تقول يابا احنا بلدنا ايش نسوي؟ بلد اللي هناك قاعد تسوي. تعالوا خلينا نسوي مثلا النقطة رقم 2 نرجع. سعة المتسعة اللي هي رمزها شنو؟ سي. ايش بيها هاي؟ تتناسب شنو؟ عكسية. عكسية مع فرق الجهد. مع فرق اللي هو شنو؟ اللي هو الدلتا. الله العظيم احمد. رقم 3. الشحنة وفرق والله العظيم الشحنة. وروح ابويا انت برا الشحنة هاي حنسوي بالاحمر. الشحنة اللي هي شو رمزها؟ كيو. والله العظيم وانا احسن الناس الابطال. والله العظيم مع فرق وفقك بدنياتك. اللي هو شو رمزها؟ قلت لك تفصيله غصبا ما عليكم انه انتم لازم تحفظوها بالصوره الكامله. قبل الحساسيه. اول نوع التناسب بين السعه والشحنه. نوع التناسب بين السعه وفرق الجهد. نوع التناسب بين الشحنه وفرق الجهد. الطردي شي يصير بالاول، العكس شي يصير بالاول. تعال ناخذ اسئله خارجيه.
لا شنو انت اصلا اوروبا تبعد عن الطيارات. كل عنا صبورة 9 ساعات. الحبيب ما عندنا يقدر يعيش لين راح يتعلم الساعة. والله الكل يلعب 70%. إذا قلت يلعب 70% من البزنس يلعبون تحت الطاولة. والله حسن أول شيء أحدد بين منو ومنو. تعال ماذا يحصل للساعة بين الساعة تعال سؤال. الساعة والشحنة شنو التناسب؟ الساعة والشحنة شنو التناسب؟ ماذا يحصل للساعة إذا قلت الشحنة؟ شي يصير بالأول؟ يعني إذا الشحنة قلت الساعة شنو؟ الساعة ليش؟ لأن التناسب حسب الكيس مالك. شي يصير واحد يصير بالثاني. الشحنة قلت مو صح. إذا الساعة شنو؟ لأن التناسب بينهما شنو؟ تمام. ثاني ماذا يحصل لفرق الجهد إذا ازدادت الساعة؟ أول شيء أحدد بين منو ومنو. حدد ماذا يحصل لفرق الجهد بعد منو يا الساعة. تعال عزيزتي الساعة وفرق الجهد شنو على التناسب؟ الساعة وفرق الجهد شنو على التناسب؟ يلا شو يصير بالأول؟ عكس تعال ماذا يحصل لفرق الجهد إذا ازدادت الساعة؟ ازدادت فرق الجهد شنو؟ عافية. يقل فرق الجهد. يقل فرق الجهد. ليش؟ لأن التناسب. تمام زين. ثالثا ماذا يحصل للشحنة عند ازدياد فرق الجهد؟ أول شيء أحدد بين منو الشحنة وفرق الجهد. تعالوا بنات الشحنة وفرق الجهد شنو التناسب؟ شو يصير بالأول؟ يلا بابا فرق الجهد الزائد إذا الشحنة شنو؟ تزداد الشحنة لأن التناسب شنو؟ بابا هنا هاي التفصيلات الثلاثة لازم تحفظيها مثل اسمك. لازم تحفظوها مثل اسمكم. الساعة والشحنة طردي. شي يصير بواحد لازم يصير بالثاني. بس باقي هنا قلت الشحنة إذا الساعة شنو؟ الساعة وفرق الجهد عكسي. فرق باقي الساعة ازدادت فرق الجهد شو يصير؟ الشحنة وفرق الجهد شنو؟ طردي. الشحنة وفرق الجهد شنو؟ يعني شو يصير بواحد يصير بالثاني. فإذا انبوا عن ياكم ازدياد فرق الجهد يعني شو راح تزداد يا الشحن. تعالوا نرجع بنفس الوقت نشرح ونفهم ونحفظ ونراجع. عندي أجهزة كهربائية هواية. هاي الأجهزة مش كل بين ساعات. هل ساعات هاي الأجهزة متشابهة؟ ايش مدريكم؟ زين هسه واقف هنا بالكاميرا واللي قاعد هنا اريد يقول لي شنو معنى ساعات المتسعة؟ هي النسبة بين الشحنة المختزل إلى فرق الجهد بين كلش تمام. باي نسبة بين شحنة مختزنة إلى فرق جهد وتقاس بوحدة فرق. هسه أنا عرفنا تفصيلة مهمة اللي هي النسبة إنه خط كسر شحنة إلى فرق جهد. من خلال هاي 3 رموز طلعنا قانونين، قانون للشحنة وقانون للمن فرق الجهد. تمام. عرفنا المصطلحات. هذني القوانين أو ذني 3 رموز يعني تناسبات. تناسب طردي وعكسي. قلنا الطردي شي يصير بالأول والعكسي شي يصير بالأول عكس الثاني. يعني مثلا السعة والشحنة شنو التناسب؟ السعة وفرق الجهد والشحنة وفرق الجهد كلش تمام. زين تعالوا بعد أنا اليوم محاضرتي بهذا التعريف كله. لما جيت عرفت النسبة طلعت القوانين عرفت التناسبات تمام. بس أنا بدي أكمل أقرأ وتقاس بوحدة
وتقاس بوحدة الفار. زين هذه الفارات شنو؟ أول مرة بحياتي أسمع كلمة فارات، ما سامحها قبل بمحاضراتي السابقة ولا سامحها بتفصيلاتنا السابقة. أول شيء خلي أجي أعرف الفارات، بس قبل لا أعرف الفارات تعي بايلي. احنا مو عندنا هذا قانون سي كيو على دلتا في، بس باولي الفارات وحدة قياس شنو؟ العفو ساعة المتسعة وحدة قياس شنو؟ فارات. والشحنة وحدة قياس شنو؟ وفرق الجهد. يعني هسه اذا تباعين الفارات هو اصله كولوم على فولت. الفارات اصله كولوم على فولت. فهنا نريد نسأل السؤال، ما المقصود بالفارات؟ هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم واحد. باي فارات هو سعة متسعة، فارات سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم واحد. هذا كولوم يعني ايش قد؟ واحد. هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق جهد واحد على نسوي لنا مثلا من المنتخب، خلينا نقول وفرق الجهد المنتخب يوسف او عمر، يابا عموري اي ترانسفير لك $10 وجيب لنا مثلا لحم ودجاج ومدري شنو وجيبها من فلان مكان. المنقله مثلا فش يجيبها، الخشب جعفر يجيبها او كلها مشاركه. نخو ما راح نقعد بمطعم هاي البل مالتي سفرت، لا نشاركه، لان هي على $20 كل واحد عم تجيب لحم كفي لك الله توكل البارك كله. اذا صارت $300 لحم ماكو، وروح ابويا توكل البارك كله. نقوم بعد من ونسوي هالفد شيء قاعده وعوائل هم قاعدين العوائل تعرفون وهذه، ومستخدمين السوشيال ميديا مثل ما يقولون بصوره صحيحه، انه صدق نتعارف على الواقع مو على الواقع الخيالي. اكو شركات يطلبون اسعار خياليه على الفيزا كندا حدور الجاسمي. انا باوع اخوان كندا تقدر انت بنفسك خارج كندا تقدم على فيزا السياحه ويطلع لك فايل ويطلع لك ما ادري شو، نفسك انت ما محتاج شركه، تقدر انت تسويها هاي كلها. عندك واحد يحكي انجليزي يقعد بصفك يقدم لك، قدم عليها وتظل انت تتابع شغلتك على الايميلات، هم شي يدزون عليك. هذا ما محتاج شركه تقدم لك، لان نسبه الرفض 95%. يعني انت اذا طلبوا من عندك $2000 20 ورقه وما يقدموا لك ويشوفوك يعطوك ايدي وباسورد، اي طب روح شوف تابع، ما مكذبين عليك، احنا موجود وانت مكيف ومنتظر 3 اشهر وجاك العينتين الرفض، يقول لك احنا قدمنا لك، احنا ما وفلوس راحت. مشكله بيك انت ورفضك، فهمت؟ بس تحتاج وقت. هو حمزه مثل ما قلت يلا شو وقت والله ما اعرف، يعني من احكي لك نيكست ساترداي. والله شوفوا اخوان، انا نيكست ساترداي تو بي اونست انا رايح الوينزر وعابر الميشيغان. وينزر بيتها زوجتي لازم اودي له، وهذا مارتش يعني لازم اوديهم. مو هذا الثاني زمان عده صراحه هذا يعني اعذروني نيكست ساترداي ميبي ذا ساترداي افتر. هاي عين وهاي عين. نقعد شوفوا وين تردون تهتمون بيا منطقة بتورنتو بميسيساغا، وين تردون نختار لنا بارك وندخل بلايف واحد وندخل بلايف واحد وندخل بلايف واحد هسه الفارات عرفتي هو كولوم واحد على فولت، يعني هذا الواحد فارات هو واحد كولوم على 1 فولت. زين إذا أريد أعرفه هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق الجهد على الطرفين وفرق جهد على طرفيها فولت واحد. يعني فرق الجهد على الطرف ايش كم مقداره؟ فولت واحد. إذا ما المقصود بالفارات هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم
كولوم وفرق الجهد على الطرفين فولت. يعني هسه لكم وش قد خزنت؟ واحد كولوم واحد فولت. خزنت شنو؟ واحد كولوم واحد فولت. ما المقصود بالفارات، ما المقصود بالفارات هو ساعة متسع تغزل الشحنة. بس اشترك بالقلب بس هذا لما ركزوا معي مجد اروح لك فدوه حبيبي. وفرق الجهد هم مقداره فولت. يلا شوي وفرق الجهد على طرفيه فولت. اذا هو ساعة متسع تغزل الشحنة. بس اشتراك هذا اجمع عدد وفرق الجهد على طرفيه فولت. هذا النظام تمام. بس حدد الوقت ولا القانون هذا الكولوم بالساعة. نفتح بعد الساعة شنو هي؟ كندا تحديدا تورنتو جي بي اي. الساعة هي مو شغالة على فرق الجهد الشحنة مو كولوم. يجي مثلا وفرق الجهد شنو؟ فولت. فهنا من اجي اعرفه هذا الفارات يعني واحد كولوم على واحد فولت. فاقول هي ساعة متسع تغزل شحنة مقدارها كولوم نجمع الناس وعلى من 0 10 15 واحد تسوى. نرجع الى التعريف مالك بالضبط. قلنا وتقاس بوحدة الفارات. عرفنا الفارات كملناها زين. هسه نريد نشتق علاقة الفارات. الفارات منين جاي اصلا؟ اشتق علاقة الفارات بالوحدات الأساسية. ان شاء الله. هذا الفارات منين جاي؟ منين اصلا؟ منين عشرته؟ ما يتبع. موجودين على تورنتو اول مرة راح تبدون اشتراكات بالسادس. ونطلع فشوي ركز. الفارات هسه انتبهت انا وياك هو جاي من كولوم على فولت. بس اذا ترجعون للتعريف معي هي النسبة بين الشحنة المختزلة مع فرق الجهد. سوينا النسبة طلعنا قوانين طلعنا سؤال. لما قام تقاس بوحدة الفارات عرفت الفارات. هسه شريط أنا اشتق الفارات منين جاي؟ منين جاي الفارات؟ جاي من كولوم على فولت. ما راح يصير تصوير بس عليهم يعني النساء. طبعا الشغل كله راح يصير يكون بالمقام. على الكولوم هذا تدرون هذا الفولت منين جاي؟ جاي من جول على كولوم. شوف للأمانة هاي الوحدات المفروض أنت طابق له وتغردين وحدات. أكو فصل بالرابع علمي الفصل الأول مع احترامي لكل مدارسنا بس والله كل يتم لهذا الفصل تسمى علامات رئيسية في مادة الفيزياء. هذا الفصل يدرس بالبداية وذكر أحد محاضرات اليوتيوب مصورة. هذا الفصل يدرس بالبداية الوحدات الأساسية والمشتقة. يعني بحيث يعرف الطالب يقوم يعرف شنو الوحدات الأساسية وشنو الوحدات المشتقة. فإحنا قبل نبدو مدارس تبدأ الفصل الثاني ما من الفقر هذا الفصل ومع العلم هو أهم فصل. فهسه لازم انتم تعرفين انه الفارات اصلا شنو؟ كولوم على فولت. تمام. هذا الفولت اصلا جول على كولوم. ابو الرياضيات يقول مقام المقام يصعد شنو البسط. يعني هذا يصعد فوق عصير كولوم تربيع على جول. هاي التفصيلة الأولى لازم الكل يكون يدري. أول شيء أنا النقطة أنا عرفت إنه الفرق أصلا كولوم هسه من التعريف يغزل شحنة مقدارها كولوم وعلى طرفي فولت. إذا كولوم على فولت. هذا الفولت طبعا شغلنا راح يصير بالمقام مثل ما قلت لكم. هذا الفولت أصلا جول على كولوم. الفولت جول على المقام يصعد بسط كولوم تربيع على اليمين على جول. إذن الفارات تساوي كولوم تربيع تنزل. تدرون الجول منين أصلا؟ أصلا نيوتن في متر. شوف أنا إيش قاعد أشتغل بس بالجوال. الفولت اصلا جول على كولوم والجول اصلا نيوتن في متر. لازم تحفظين ذني. هسه رجعنا الاصل هنا. كولوم تربيع ينزل. اصلا نيوتن ترين من جاي كولوم
في الدوام راح متر تفوز منها على ثانية تربيع. هو اثنين والمتر هاي تنزل. ضعيفين قدام. اثنين شغلتين بس. ترى هذا اللي نيوتن هذا اصلا كولوف في متر على ثانية. حسيت لازم تحط كولوف في متر على ثانية تربيع. تدرين شو اسمه؟ سمة كيلوغرام العفو. وهي تدرين انت لازم هسه تحضرين كل الشغلات. ما تخبط انت. بس الفولت هو اصلا جول على كولوم. والجول اصلا نيوتن، والنيوتن اصلا كيلوغرام في متر على ثانية. هاي انت مطالبة نقلة التخم وصلت يمين. زين. شلون يوسف؟ مقام شو يصعد؟ يوسف العاني. والله حسك التربيع صار كولوم تربيع في سكن على كيلوغرام متر في متر. خلاص اذا هذا كله هو اصلا شنو؟ شلون يوسف؟ انت عندك شركه ما بايلي اشتغل ترى مو صعب عندك جواز؟ بس مطالبه انت بي بايلي. جواز عندك؟ اول شيء يسوون تعرف عرفنا الفرق كولوم على فولت. شو وين انه الفولت اصلا جول على كولوم. عندك سنسور تمام؟ مقام زعما صار كولوم تربيع على الجول، والجول اصلا نيوتن في متر، والنيوتن اصلا كيلوغرام في متر. احنا بالمطلع شوف ثلاث شغلات لازم تحضرين، انه الفولت جول على كولوم، والجول نيوتن في متر، والنيوتن كيلوغرام في متر على ثاني. ما تصير تحلي بي بالوقت. انا اضمن لك انه العرض بالصورة كاملة. زين رجال التعريف كل محاضرتي بالتعريف غير التعريف هذا النسبة عرفت التفاصيل وتقاس بوحدة الفرد. عرفت الفرد، اشتقيت الفرد. هسه اكو شغلة لا he don't اسمها he doesn't to Canada he doesn't لأن أنا حسب ما فهمت مزي you have to be a Canadian and they issue the manifest which is the certificate for the item you bought الفرد الأجزاء. the border as of a شنو Canadian أجزاء الفرد ولازم معي؟ تكون أول شيء كندية عندي أو تكون يوفو فرد الشايل الغرام ما تكون أمريكية يعني يعتبروه لأن راح يدفعون لي عليها ضريبة إذا صارت وعندي هذا اللي فهمته من عندنا يعني يبين فرد. شلون افهمك على وعندي طاوع يوسف تعال ادخل لي وعندي بيكو. عم نفتهم ايش وقت تصير تروح على ميشيغان؟ خذني بالمسائل في ان شاء الله بالتعويلات. مسائل مش تحضر اياهن. الملي فارات 10 سالب 3 فارات. المايكرو 10 سالب 6 فارات. النانو 10 سالب 9. البيكو 10 سالب 12. كذا تبعين مضاعفات سالب 3. لازم تعرفين معي. هذا بالمسائل همين ارجع على كرشمين. مسألة شمين هسه تحفظين. الملي ايش قد قيمته 10 سالب. والنانو 10 سالب 9. شوف ما تحفظين تسلسل. او اذا نريد نحفظ تسلسل ملي مايكرو نانو بيكو. الملي 10 سالب 3. المايكرو 10 سالب. النانو والبيكو كلش تمام. تعال نرجع. يا اخوان جوجل سيمس وتقاس بوحدة الفارات. عرفت الفارات، اشتقيت الفارات، عرفت الأجزاء مالت الفارات. قبل لا أبدأ بالتفصيل الجديد أرجع لكم بداية المحاضرة على متظل بالكم. أجيت شفت مجموعة أجهزة كهربائية وكل جهاز به متسعة. من يحدد الاختلاف في المتسعات؟ ما المقصود بسعة المتسعة؟ هي النسبة. حسب الجامعة اللي تروحها. في جامعة تقبل ب10,000 وفي جامعة تقبل ب7,000 وتقاس بوحدة تقبل زين تمام. وتقاس بوحدة حلو. زين أقول لكم هو النسبة يعني بقانون. ما أقول لك كلمة نسبة بقانون. شنو هو قانون السعة؟ سي. تقدرون تطلعوا لي قانون الشحنة؟ شنو هو قانون الشحنة؟ قانون الفرق الجهد.
المايكروب صار لي تقريبا 3 شهور. كم مصطلح صار؟ أول مصطلح سي شنو معناه؟ اكتشفوا آلية مو بس هيك إيجابية. لا الكيو شنو معناه؟ دلتا في حبيبي كلش تمام. حلو حبيبي حللني 3 تنبيهات التناسبات مو تمام؟ أخي كم يلا ساعة تسمعوا مناسي. التناسب بين السعة والشحنة، التناسب بين السعة وفرق الجهد، التناسب بين الشحنة والسعة. يعني الطرد شي يصير بالأول، العكس شي يصير بالأول. كلش تمام. عرفت لنا والله النسبة بين الصفيحتين زين. ويقاس في وحدة الفراغ ساعة المتسعة بأول تقاس. رقم العالم بدها تجيني شنو والله معنى كلمة فراغ؟ هي الساعة تخزن شحنة دائما مغير حياتك منورة اختي. الله يفتح وفرق الجهد. وصلنا ساعتين انت تعبت وعطشت وانت روحك. هي ساعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولون وفرق الجهد على كل تمام. اشتقيت الفراغ ولا لا؟ عرفت ازاي؟ اللي 10 استاذ مايكرو النانو البيكو. حلو. عرفت ساعة المتسعة وكل الساعة وتفاصيلها. زين استاذني ورا يفيدنا بالمسائل ان شاء الله. بس انا تحفظ لكم من نصير بالمسائل سوا. زين استاذ عندك اصفر؟ لا عندي بس احمر. انا احب احمر. الاصفر اسالكم سؤال. ماذا تعد ساعة المتسعة؟ انت تدخل الاصفر. ماذا تعد ساعة؟ يعني شنو نفس التعريف؟ لا التعريف معناه الوضع. هسه مثلا واحد يجي شنو اسمك؟ فلان بنت فلان فلان. شنو شغلك؟ شنو تقدين؟ تقولين المطالب السادسه اذا جابنا معدل وهكذا. فاحنا نفس الشغله. ساعة المتسعة شنو اسمها؟ هذا تعريفه. ماذا تعد ساعة المتسعة؟ يعني شنو شغله؟ بعض احنا عندنا متسعة ذات صفيحتين متوازيتين مو صح؟ هاي المتسعة بيها شحنات موجبة. مجال الكهرباء ينتقل من الموجبة بس. منو اللي خلى شحنات بالمتسعة البطارية؟ زين منو قال انه الصفيحة الاولى تستقبل 3 شحنات والصفيحة الثانية تستقبل 3؟ اذا ماذا تعد ساعة المتسعة؟ تعد مقياسا لمقدار الشحنة. تعد مقياس لمقدار الشحنة التي توضع على صفيحتين متسعة. قيس الشحنة اللي اخليها وين؟ على صفيحتين. هي تقول لي ساعة المتسعة تقول لي بابا خلي لي 5 شحنات بس مثلا، خلي لي 10 شحنات. السوشيال ميديا بالجوال. يلا باعوها بالمنزل. ناقص مليون والله سؤال. ماذا تعد ساعة المتسعة؟ تعد تعود لقياسه لمقدار الشحنة. صار لي ساعتين. صفيحتين كل تعود تعود مقياسا لمقدار الشحنة اللازم وضعه على صفيحتي كل. لا هي تقيس المتسعة وهي تقول لي القد بيها الشحنات. هاي من هي؟ ساعة تعود مقياسا لمقدار الشحنة صفيحتين كل. تعود مقياسا لمقدار الشحنة لازم وضعها على صفيحتي كل. ماذا تعد ساعة المتسعة؟ تعد جمهورية تركيا تعالج في السلفة طلع علاقة جديدة. هذا متسعة وهاي متسعة. يا باي تستخدم شحنات كذا وهاي تستخدم شحنات كذا. من يحددين ساعة ماذا تعد ساعة المتسعة؟ بالسلفة هذا إذا 4000 عائلة تدخل على 4 ملايين ويشلح بالدخل. تدرون كذا ولا حاجة شوكولات قسم بالله تشتري لتوليد فرق جهد. يعني هي الشحنات اللي تعطيني فرق جهد. صح لتوليد المتسعة ذات السعة الأكبر
تستوعب شحنات. هذا اللي يبحث توقعت كل ما تكبر الساعة كل ما تزيد عدد الشحنات. كبر الساعة المتسعة زاد عدد الشحن. صغر الساعة المتسعة. تمام. تعالوا شغلة أذكركم بيها. التناسب بين الشحن وفرق الجول شنو؟ التناسب بين الشحن وفرق الجول شنو؟ زين نسأل سؤال، ايش السؤال الجبالي؟ وانذكر بأحد الامتحانات الوزارية سابقا. ايش قال؟ قال على ما يعتمد فرق الجهد في المتسعة المشحونة يعتمد على من؟ على الشحن، لأن التناسب شو يصير بالشحن يصير فرق الجهد. التناسب شنو؟ فهذا السؤال خلوا بالكم انا ذكرتني يجب الامتحان واحد يوزر واحد يقول على موجود قلنا لازم يمكن نفسه ماكو شيء عايفه بعد من فرق الجهد على من يعتمد على الشحن. ليش التناسب شنو؟ تعال بعد قبل شوي هذا الشحن وفرق الجهد شنو التناسب لازم؟ طردي ايش يصير فرق الجهد؟ والعكس ماذا أو على ما يعتمد فرق الجهد في المتسعة المشحونة على من يعتمد؟ بدأ أسمعكم على من يعتمد فرق الجهد؟ على مقدار لأن التناسب بينهما يدري على من يعتمد فرق الجهد. حبيبي سوف احنا راح نلتقي كلياتكم لأن التناسب بينهما كلش تمام. وقلت لكم ملاحظة صغيرة كل ما تكبر ساعة المتسعة كل ما يزداد عدد الشحن وكل ما تصغر ساعة المتسعة. تدرين اللي اشتريتيه اليوم باكر صيام من محاضرة أخذناها اليوم هي كلش مهمة تساعدنا بالمحاضرات القادمة. فمحاضرة اليوم لازم تدون يومكم بالدفتر كالعادة تحفيظي وليس تفهيمي.